يعملون وهو مؤمن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتولونه والذين هم به مشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى علينا تبارك ربنا فلك الحمد. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين اللهم آلف بين قلوب المسلمين
واقفنا وإياهم أجمعين شر مصائبنا، وسلم المسلمين من الفتن والإحن والمحن. اللهم ردنا ومين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة، ومن بلدان مسلمين عامة. اللهم انصر مخارجين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر مجاهدين في سبيلك في كل مكان، كل هم فرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والفسقة والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويفرقون سبيلك وسبيل المؤمنين. اللهم اقتلهم، اللهم مزقاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، 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 اللهم اجرنا من النار،
اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Bab iman kepada hal-hal sesudah kematian. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu an qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yadfulun wa la yabulun wa la yataghawwatun wa la yamtakhattun. Qalu fama balu at-ta'am? Qala jusha'un wa rashhun karashhil misk yulhahumul tasbih wa tahmid kama yulhamuna nafs. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk surga makan dan minum di dalam surga, tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan tidak beringus. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan makanannya? Beliau bersabda, makanan mereka akan menjadi sendawa dan keringat yang baunya seperti kasturi. Mereka diberi ilham untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. Hadis riwayat Muslim. Diulangi, dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk surga makan dan minum di dalam surga, tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak beringus. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana dengan makanannya? Beliau bersabda, makanan mereka akan menjadi sendawa dan keringat yang baunya seperti kasturi. Mereka diberi ilham untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. Hadis riwayat Muslim. Bab salat-salat sunnah nafilah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin tawil, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin surah al-Fatihah faqulu amin yujibukumullah. Rahul Muslim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang, beliau bersabda, dan apabila imam selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Niscaya doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Bab zikir. An Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna hadzal Qur'an nazala bihuzn fa idza qara'a tumuhu fabku fa illam tabku fatabakau wa taghannanu bih faman lam yataghanna bihi falaysa minna. Rawahu Ibnu Majah. Dari Sa'id dan Abu Waqqas radhiyallahu anhuma,
Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan kesedihan. Oleh karena itu, apabila kalian membacanya, menangislah. Jika kalian tidak bisa menangis, pura-puralah menangis. Juga baguskanlah suaramu dalam membaca Al-Quran, karena barang siapa yang tidak membaguskan suara dalam membaca Al-Quran, ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diulangi dari Sa'id dan Abu Waqqas bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran, barang siapa yang tidak membaguskan suara dalam membaca Al-Quran, ia bukan termasuk golongan kami. Syai'in ma adina lin nabiyyin hasina sauti yataghanna bil Quran. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah tidak pernah mendengar sesuatu yang penuh perhatian seperti perhatiannya dalam mendengarkan seorang nabi bersuara merdu yang sedang melakukan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Anil Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna sautal hasan yuridul Qur'anu hasanan. Rahul Hakim. Dari Barra radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian, karena suara yang merdu akan menambah keindahan Al-Qur'an. Bab kedudukan seorang muslim. Ana Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati unasun min ummati yaumal qiyamah nuruhum hajirin alladzina tuttaqa bihimul makarih yamutu ahaduhum wa hajatu fi sallallahu alaihi wasallam sabda, pada hari akan datang sekelompok orang dari kalangan umatku yang cahayanya seperti cahaya matahari. Kami bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Hajatnya masih tertanam dalam di dadanya. Mereka akan dikumpulkan dari berbagai penjuru bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufik kepada kita sehingga kita bisa mudah mengamalkan, menyampaikan. Semua bersedia insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك.